أحبابي في الله، دائما رمضان شهر العظيم والانتصارات فيه كبيرة وكثيرة. لما تقف مع نفسك وتتفكر وتقرأ في التاريخ وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ستجد أن معظم الغزوات ومعظم الفتوحات ومعظم المعارك الكبرى للإسلام والمسلمين كانت في شهر رمضان. وإذا أحصيتها ستجد أن هناك أكثر من 185 معركة وقعت في هذا الشهر العظيم، كانت بمثابة انتصار عظيم وكانت تحول كبير للإسلام والمسلمين في هذا الشهر المبارك. في هذا الشهر العظيم إذا توقفت عند انتصارات ستجد عين جالوت، حطين، ستجد فتح مكة، ستجد كثير من الغزوات التي كانت فارقة في حياة المسلمين وفي تاريخ الإسلام والمسلمين، أنها كانت في شهر رمضان المبارك. ولماذا؟ إذا فتشت ستجد أن ذلك هو بسبب بسيط، وهو الصبر لله سبحانه وتعالى. ومن الذي علمنا الصبر؟ إنه عبادة الصوم. والصوم هو أن تصوم لله سبحانه وتعالى بكل إخلاص، تسيطر على شهواتك الحلال والحرام ابتغاء وجه الله. فإذا ما سيطرت على شهوتك سيطرت على نفسك، وإذا ما سيطر الإنسان على نفسه سيطر على أعدائه. فلا يمكن لعدو أن يتحكم في الإسلام ولا في المسلمين إلا بسبب الشهوة، وإلا بسبب المحرم الذي حرمه الله ويقترب منه المسلم. لذلك المسلم ينتصر عندما ينتصر على نفسه وشهوته، فينتصر على أعدائه، كما تعلمنا دائما من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا دائما في شهر الانتصارات، وأن يرزقنا الصبر وحسن الصيام لله سبحانه وتعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.